السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد عبد المنعم فيزيكس تيتشر، وأول سيشن في حل كتاب المعاصر فيزيكس 2026. هنبدأ نحل مع بعض سؤال سؤال، نتكلم عليهم بالتفصيل، نشوف الأفكار بتاعتنا اللي موجودة. أنت هتطلع في الميستيكس نوت بوك اللي أنا مسلمها لك، بتكلم عن الطلبة بتاعتي مثلا متابعة معايا من السنتر أو الأونلاين، تابع معايا تكتب أي غلطة ظهرت معاك، وهننزل أسئلة تانية برضو من الكتب الخارجية، بس هتبقى selected questions مش الكتاب كله، اللي هي الأسئلة الجدلية أو اللي تبقى صعبة أو اللي فيها مشكلة مع بعض الناس. اتفقنا؟ نبدا دلوقتي بالكويستشن 1. Question 1 بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بيقول لك in which of the following electric circuits do the directions of arrows correctly represent مين يا ريس؟ الconventional direction. فترجع تقول لي انا مش عارف يعني ايه conventional direction وعارف يعني ايه الاكشوال direction. الconventional direction يعني التراديشنال، لا يعني الاتجاه التقليدي او الاصطلاحي، مش جاي معاه سكه. انا اقصد بهنا دايركشن البوزيتيف تشارجز، وهم كانوا زمان شغالين بالبوزيتيف تشارجز، ان هي بتطلع من البوزيتيف تيرمينال للنيجاتيف تيرمينال. اتفقنا؟ فهنا انت كلامنا في الاكسترنال سيركت اتجاه البوزيتيف تشارجز هتبقى من البوزيتيف للنيجاتيف. طب والالكترونز دايركشن الالكترونز بيبقى من النيجاتيف للبوزيتيف. فين؟ بره ايه؟ السورس. امال هنا بره السورس. طب هنا دايركشنال كونفنشنال. طب تعالى واحده واحده. انت هتتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف، حلو. هل انت الدايركشن ده جاي من البوزيتيف ورايح للنيجاتيف؟ يبقى ده الكونفنشنال. امال ده يا اسطى جايب لي اتجاهين عكس بعض، ده لسه هنيجي نتكلم عليه في مساله ثانيه في كتاب ثاني، لكن ده مش الكونفنشنال. لو انت ماشي كده بس فده مين؟ اللي هو زي ده، انك جاي من النيجاتيف رايح للبوزيتيف، ده الالكترون دايركشن، ده الدايركشن بتاع الالكترونز، تمام. لكن ده الكونفنشن. فتبقى كده السؤال رقم واحد الانسر بتاعته ايه؟ واحده واحده كده بنسخن بنقول يا هادي. ماشي. 2 بيقول لك the opposite figure represents a section of electric circuit through which the direction of electric current. انا اقصد بالدايركشن الالكتريك كارنت ده هو الكونفنشنال، احنا شغالين بالكونفنشنال. بيقول لك is passing so which of two ammeters show higher reading. دي اشتغاله ليه؟ انت لو عندك الواير اللي انت شايفه ده، وهنا في ريزيستنس اهي، حلو الكلام، ده اميتر A1 وده اميتر A2، وبناء على الكلام اللي حضرتك شايفه بالعقل كده واحده واحده، انت اوريدي لما تكلمنا عن الاميتر A1 و A2 اللي حضرتك شايفهم دول، هنتكلم على ان النمبر اوف تشارجز اللي ماشيه في السلك هنا هي اللي هتعدي على الريزيستنس دي، هي اللي هتعدي على الاميتر ده. احنا بحل انا ما بشرحش، فبقول لك ان العدد التشارجز هنا هو نفس العدد هنا، هو عدد التشارجز عندي واحد، لكن اللي بتقل وبتزيد هي الانرجي. فدي اشتغلها وبشتغلك بيها. في واحد تاني يقول لك ايه، هو لما عدى الاي عدى على اللمبه او عدى على الريزيستنس، مش المفروض الاي يقل؟ اقول لك غلط، الاي ثابت في الحته دي، الاي ثابت، الاي قبل هو نفس الاي بعد، لكن البوتنشال مش ثابت، وده لسه هنتكلم عليه. البوتنشال بيزيد وبيقل، بيتغير لاسباب، فاهمني؟ ودي بتفهمها انت معايا في الشرح. لكن هنا ريدنج الاميتر قبل هي ريدنج الاميتر بعد، تبقى الانسر سي. اللي بعده بيقول لك if the electric current through a conductor equals كام؟ 2. يبقى ده مين يا ريس؟ ده الاي. حلو الكلام. قال لك it means that، ده معناه ايه؟ ارجع افكرك واقول لك ان الاي اصلا كقانون كان بيساوي Q over T. حلو الكلام، جميل. فترجع تقول لي the quantity of electric charge that passes through a cross sectional area of conductor خلال قد ايه؟ خلال 10 ثواني. انت عايز مين؟ عايز الكيو، quantity of charges. طب ايه القانون اللي عوض فيه؟ تعالى يا بصمج، تعالى يا بصموجه، اخواتي اللي بيبصمجوا بس، اللي فاهم خلاص هو عارف الحل ماشي ازاي. انت عايز مين؟ عايز الكيو، يبقى الكيو ايكوالز مين؟ اي تايمز تي. على الرايق، انت قايل الاي بكام؟ 2، التايم بكام؟ 10، تبقى الانسر 20 كولومز، يبقى الانسر كام؟ دي. حلو الكلام. اللي بعده بسم الله، بيقول لك ايه يا اسطى في اللي بعده؟ المطلوب الثاني، لقيت الراجل بيقول لك the time taken by an electric charge off، يبقى دي الكيو، وهو هنا بيسألني على التايم. جميل. through a cross section area of a conductor. طب ما انت عارف ان مبدئيا رقم واحد ان الاي والاي ثابت هيساوي كيو اوفر تي. حضرتك عايز مين؟ انا عايز التايم، يبقى من هنا التايم اللي انا بتكلم عليه ما هو الا كيو اوفر اي. جميل. الكيو بكام يا ريس؟ والله الكيو ماستر بفور. فور ايه؟ ملي. فور ايه؟ ملي. انا شايف في التشويسز ان هي بالملي، سيبها بالملي مش هنحور. طب تحت
قال لك انا عايز التايم والاي عندي بكام؟ الاي ب 2. يبقى الانسر كام؟ 2 ملي سكند اللي هي الانسر A. بس قانون، وبطريقه البصمجه قانون وعوض. اللي بعده كتدريب مباشر، اصحى للحته دي. فبيقول لك in the opposite figure a negative electric charge of 2 microcoulomb passes through a cross sectional area X. حلو الكلام. of a conductor. طيب بتعدي خلال X. قال لك of a conductor in 4 millisecond. يبقى انا كده معايا Q وانا كده معايا كام؟ التايم T. then the intensity، انت عايز الانتنستي وعايز الدايركشن. لحد هنا المطلوب ناقص. انت عايز الكونفنشنال ولا الاكشوال؟ عايز الدايركشن بتاع البوزيتيف تشارجز ولا بتاع النيجاتيف تشارجز؟ فالذي يقول لي يا مستر هو عايز الكونفنشنال. يبقى انت كده بتتكلم على البوزيتيف تشارجز واللي بتمشي بره في السيركت من البوزيتيف للنيجاتيف. اتفقنا. طب رقم 1، انت عارف ان اللي ماشيين دول بوزيتيف ولا نيجاتيف تشارجز؟ نيجاتيف. يبقى انت مبدئيا هناخد العكس بتاعهم. ده كده مين؟ الكونفنشنال. يبقى الكونفنشنال لازم يجي من الواي رايح للاكس. بغض النظر من الاكس الواي ومن الاكس الواي يبقى ده غلط ويبقى ده غلط. ليه؟ ما نحسب يا مستر، مالهاش لازمه، الكلام غلط ما بيني على باطل فهو باطل. اللي بعده بيرجع فرجع اكلمك بعد كده ان لازم اجي من واي ورايح لمين؟ اكس. من واي لاكس، من واي لاكس. طب ما انت عايز مين؟ عايز الاي. طب ما طبقا لقانون الاي ما هو الا كيو على تي. جميل. والكيو عندنا لسه قايلينها بكام؟ ب 2 مايكرو، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 6. طب والتاني التايم ب 4 بس ملي، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 3. فتيجي حضرتك لما تيجي تخلصها تطلع معاك بكام يا معلم؟ ادي هنا المفروض دي تديني نص. حلو الكلام. ولو اديتني هنا نص فاكيد نص هنا دي تنزل تحت ودي تطلع فوق، هتبقى 0.5. ادي 0.5 تايمز 10 باور كام؟ تايمز 10 باور كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 3. تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. انا بقى مش معايا آلة حاسبة فهوقف عشان اجيب آلة حاسبة، ما جبتش آلة حاسبة. فدي تطلع معايا بكام يا معلم؟ دي امبير. ماشي دي امبير، بس انا عندي التو تشويسز دول بالملي، فانت عشان تحول من ملي لامبير بنقول تايمز 10 باور 3. فلما تقول تايمز 10 باور 3 دي 3 يا اسطى مش نيجاتيف، يا ساتر يا رب. تايمز 10 باور 3 اهو بوزيتيف، يا ساتر بسم الله اهو. فدي هتروح مع دي هيتبقى لي 0.5 ملي امبير اللي هو اللي تشوز رقم دي. اتفقنا؟ هنوقف عشان نجيب كالكوليتور بس. خلاص احنا وقفنا بس عشان المعلم كان بيدينا الكالكوليتور. مشي الليل يلا. قلنا ان كده النمبر اوف الكترونز بير سكند في واير اكس اللي هي اللي نقصد بيها ان على تي بخصوص اكس كانت 10 باور 20. حلو الكلام. وبعد كده قال لك ذا فلو ريت اوف واير واي، يبقى الكلام هنا على واير مين؟ واي. اقرا الكلام واحده واحده على مهلك. قال لك 2 تايمز 10 باور 20 الكترونز بير سكند، يعني ده يخص اكس وده يخص مين؟ واي. الان على تي لواي ب 2 تايمز 10 باور 20. انا عارف البروبلمز بتتحل اسرع من كده بس احنا لسه بنقول يا هادي واحده واحده على هادي كده وعلى الرايق. قال لك then the ratio between the electric current intensity اي اكس على اي واي. ففي واحد رايق دماغه متكلف قال له يا مستر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا مستر ما تذكرني بالقانون. قلت له انت فاكر وعارف ان القانون ان الاي بيساوي كيو اوفر تي. فواحد تاني يقول لي يا مستر طب ما برضه ما انا ما عنديش كيوهات عندي انات، يبقى ان اي اوفر تي بعد الصلاه على الحبيب. طب بعد ما تكون صليت على النبي هتعرف ان اوريدي ان انت بما ان في ريشيو فاحنا هنطير الثابت. مين ثابت عندنا؟ الاي تشارج اوف الكترون، هنطيرها بره الموضوع. هيبقى ان الاي اوريدي المعيار بتاعنا هو ايكوالز ان اوفر تي. فلو حضرتك عايز اي اكس على اي واي فانت راح تكلمني ان اوفر تي بالنسبه لاكس وان اوفر تي بالنسبه لواي. وهنا تي كانت بتساوي كام؟ 10 باور 20 على 2 تايمز 10 باور 20. يبقى 10 باور 20 على 2 تايمز 10 باور 20 يبقى في الاخر بتدينا ايه؟ هاف. تبقى الانسر سي. اتفقنا؟ ده كده 5. خش على 6 بسم الله. بيقول لك ذا جراف ريبريزنتس ذا ريليشن بلا 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 ما بين الكيو ما بين التي. طبعا الناس اللي قال لك ايه دي سي يعني دايركت كارنت، معناها ان الاي ثابت.
معناها الاي ايه؟ الاي ثابت. ففي طالب بتجيله شيء من الارتكاريه اول ما يشوف جراف، اقول له صلى على النبي، العلاقه ما بين مين ومين؟ ما بين الكيو وما بين التي. مش فاهم؟ ما فاهمش؟ نقول تاني. اقول لك لما تلاقي ريليشن ما بين الكيو وما بين التي في ستريت لاين، في جراف وستريت لاين، فانت الف ب تروح تجيب مين؟ اقول جدع سلوب. فانت هتروح تقول لي سلوب، خليك صنايعي كده، السلوب ما هو الا كيو اوفر تي واي على اكس. طب ما كيو اوفر تي قدرا انت عارف ان الاي برضه بيساوي كيو اوفر تي، يبقى السلوب هنا يكافئ مين يا اسطى؟ يكافئ الاي. وهنا عشان ستريت لاين فالسلوب اللي عندنا ماله؟ كونستانت، يبقى الاي كونستانت. الله بس مسمر، الله طب ما هو الاي كونستانت قيمته ثابته دايركت كارنت، جميل. طب ما قيمه الاي دي تبقى كام؟ يا اسطى بما اني بادئ من الاوريجن بوينت المفروض اقول دلتا واي على دلتا اكس، واخد الديفرنس ما بين تو فاليوز على واي والديفرنس ما بين تو فاليوز لنفس النقطتين على اكس، فاقول 30 ماينس 0، طبعا ماينس ال 30 والزيرو من بعض وال 3 والزيرو من بعض، فانا في الاخر هروح اقول لك 30 على 3 عشان تديني 10، تبقى الانسر بي 10 امبيرز. اتفقنا؟ نكتبها بقى انت دي كده كده تبقى في محاضره التاسيس هتلاقيها على المنصه عندك. اللي بعده السؤال رقم 7، جراف برضو يا معلم، احنا لسه تحت ولا يا معلم؟ انا اسف بس انا لازم تفوق معايا. انت الجراف اللي عندك قال لك ان عندك علاقه ما بين الكيو والتي، وانت عندك كده الجراف represents the relation between the electric charge Q ماشي والتي اللي بتعدي خلال الانتنسيز اي اكس واي واي. انت عايز تروح تجيب الريشيو ما بين اي اكس على اي واي. حلو على هادي كده واحده واحده. فانت رايح تقول لي ان انا لازم اجيب اي اكس لوحدها واجيب اي واي لوحدها وتعمل لهم ديفايدد. طب ما انت ما عنديش ارقام، هتعمل ايه بقى؟ الجراف اللي زي كده في واحد برنس يقول له ماستر انا هروح اجيب السلوب، والسلوب انا عارف هو يكافئ تان سيتا، جدع. بس انهي سيتا؟ هنا في سيتا اسمها سيتا واي، وهنا في سيتا اسمها سيتا اكس، وانت عارف ان تان سيتا دايركت مع السيتا، يعني ايه؟ كل ما السيتا تزيد التان بتاعتها تزيد، ولما التان ده يزيد فالسلوب برضه يزيد. على الرايق يعني صاحب اعلى سيتا فهو صاحب اعلى تان فهو صاحب اعلى سلوب، والسلوب اللي عندي هنا يا برنس اللي هي رمانة الميزان هو الاي. فتلاقي ان سيتا اكس اكبر من سيتا واي، يبقى سلوب اكس greater than سلوب واي، يعني اي اكس greater than اي واي. طب ما هو لما اي اكس اكبر من اي واي تبقى الانسر greater than 1. قشطه. اللي بعده خش على 8، صلي على سيدك بسم الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالى لي سؤال مهم مش صعب، مهم. بيقول لك the opposite graph represents the relation between the number of electrons n that pass through a certain cross-section of a conductor in an electric current and time t. So the graph that represents the relation between Li والتايم. مستر انت بتقول لي اي معلش وتايم وانا عندي ان وتي. اهدى كده اهدى. قال لك ما بين الالكتريك كارنت انتنسي، انا اشوف الجراف ده واطلع منه بمعلومه، عشان المعلومه اللي هطلع منها بالجراف هختار بناء عليها الجراف ده. فواحد بص كده قال لي مستر ده جراف ما بين الان وتي، قلت له جدع. وقال لي ستريت دايركت، قلت له ماشي. ستريت لاين شغال، نجيب السلوب. فالواد قال يا مستر السلوب اهو هو ان اوفر تي. قلت له هي الاي التشارج اوف الكترون كونستانت ولا فاريبل؟ كونستانت. يعني لو انا حطيت هنا كده مثلا اي، مش ده كان الكيو على التي، يبقى السلوب في الاول وفي الاخر هو ريبريزنت مين؟ بمجرد ما اقول تايمز اي هنا ان هي رقم ثابت كده السلوب ريبريزنت الاي. مش فاهم يعني ايه ريبريزنت الاي يا عم البصماجي؟ تعال مش هناخدها بسرعه، هاخدها معاك على هادي واحده واحده اهو. امسح دي وامسح دي على هادي كده. طب ما انت لو رايح تجيب اي عادي خالص، انت رايح تجيب الاي، والله الاي يا مستر هو كيو اوفر تي، كانك بتحل حاجه جديده وفكيت الكيو لقيتها ان تايمز اي اوفر تي. فانت رحت لقيت ايه؟ لقيت ان الكوانتيتي دي اللي هو ان اوفر تي كسلوب قيمته مالها كونستانت. طب والاي قيمتها كونستانت. طب ما لو ده كونستانت وده كونستانت يبقى الاي كونستانت. فالواد يقول لي ايه؟ يعني ده غلط وده غلط وده غلط، كده قيمه الاي مع مرور الوقت ثابته.
والكلام منطقي بيشرح نفسه. انا لو معايا واير معدي جوه بيعدي في ثانيه واحده مثلا عدى 10 الكترونز، طب في ثانيتين هيعدي كام؟ 20. 3 ثواني 30. يعني انت اوريدي انت عندك نسبه وتناسب ما بين عدد الالكترونز او التشارجز جنرالي اللي هتعدي في الواير والتايم، فالعدد ثابت. كل ما تزود العدد الوقت بيزيد مع زياده العدد، الاثنين بيزيدوا مع بعض عشان يبقى الكلام اكيوريت بس. فبالتالي كده الاي اللي ماشي قيمته ثابته، هتشغل اللمبه ساعه 2 3 10 مع مرور الوقت قيمه الاي ثابته في السلك، ودي الانسر عشان هيتبني عليها سؤال في البوتنشال ديفرنس. اتفقنا؟ اللي بعده قال لك السؤال رقم 9، امسح دي. السؤال رقم 9 بيحكي على ايه؟ قال لك ذا اوبوزيت جراف. بعمل نفسي ان انا عمال اقرا معاك السؤال، وطبيعي احنا كده كده قاريين الاسئله وبنقرا حاجات وبنشوف الحاجه معانا، مش اول مره بنكون شايفين اسئله مثلا. فبقول لك the opposite graph represents the relation between the electric current intensity I and the conductor and its time then the electric charge. هو بيسأل على الكيو اللي هتعدي خلال 10 ثواني. خلال كام ثانية؟ 10. طبعا اخواتي اللي معايا والناس اللي سمعت المعلومة من اولى ثانوي الترم الاول كمان مش تاني من الترم الثاني، عارف انه لما يلاقي جراف ويلاقي ستريت لاين سواء بارالل مع الاكس اكسس او مش بارالل، ان انا لو رحت اجيب من هنا الاريا اندر ذا لاين اور الاريا اندر ذا كيرف، الاريا عموما وده ريكتانجل، هتقول اللينس تايمز الويتس. واشمعنى 10 ثواني؟ هو اللي طالب ادي اللينس تايمز الويتس. فالاريا دي اللي انا بتكلم عليها لقيتها ان هي 5 تايمز 10، فلقيتها ب 50. واحنا مش عارفين ايه الاريا دي، بس الواد لما جه حسب لقى ان ال10 ده تايم وان ال5 دي اي، وهو افتكر ان القانون بربط الحاجات ببعضها ان الاي كيو على تي، واني لما احب من هنا اروح اجيب الكيو فهو بيساوي اي تايمز تي. قال لا، اي تايمز تي والاي ب 5 والتي ب 10 تبقى 50، يبقى الكيو اللي هو بيتكلم عليها كام؟ ب 50. يبقى الخلاصه لما تلاقي الجراف زي ده ما بين الاي والتي وعندك ستريت لاين سواء بارالل او مش بارالل، هات الاريا اندر ذا كيرف، يبقى انت كده جبت الكوانتيتي اوف تشارجز اللي هتطلع معانا كام؟ 50، اللي هي الانسر دي. اللي بعده الله المستعان، لسه بدري، لسه سؤال حلو، سؤال رايق. هنقول ده السؤال رقم 10، هنقول الايه الحل بتاعه من الاول كده واحده واحده. احنا قلنا في البدايه ان انت عندك هنا في قال لك في present at charge of كام 2 مايكرو كولوم rotating with frequency. انا كده معايا frequency، فالذي يقول لك ايه frequency؟ ايه قانون ما فيهوش frequency، الاي كيو على تي. الاي كيو على تي ايه يا اسطى؟ صلي على النبي، اهدى كده واحده واحده. انت قلت لي انت معاك الكيو ومعاك الفريكونسي، بس قال لك ان التشارج دي بتلف في السيركيولار باث. فاولى ثانوي الترم الثاني للناس اللي فاكره تمام، واللي مش فاكر هيفتكر معايا واحده واحده. هقول لك ان رقم واحد ان الالكترون او التشارج بتلف في سيركيولار باث لو فاكر. فقلنا رقم واحد لو انت فاكر ان كان عندنا حاجه اسمها تانجنشال لينير فيلوسيتي، او ان الفي هي الاصل بتاعها ديستانس على تايم، معايا ديستانس على تايم، والديستانس اللي هتاخدها للتشارج عشان تعمل لفه واحده هو البريمتر بتاع السيركل ده، والبريمتر كديستانس اهو ديستانس على تايم. وتفك البريمتر عباره عن السيركمفيرنس او اللي هنا 2 باي ار. طب والتايم اللي الاوبجكت بياخده عشان يعمل لفه واحده اسمه جدع بيريودك تايم تي كابيتال. يا سلام، طب انا استفدت ايه؟ يا تصبر يلا وانت بتسرع كده على طول. هات التايم ده، التايم ده يساوي ايه؟ البيريودك تايم ده يساوي ايه؟ والله البيريودك تايم من القانون هيبقى 2 باي ار على في. قلت له ماشي، يبقى ده كده البيريودك تايم. طب يا مستر مش انت كنت قايلين السنه اللي فاتت في ثانيه ثانوي ان انا عندي علاقه انفرس ما بين الفريكونسي والبيريودك تايم؟ فلو انا حبيت اجيب الفريكونسي، ايوه العلامه بتاعته مش النيو دي، بس هنقول فريكونسي اف، هنقول ان الفريكونسي هنا الريسبروكال يعني 1 على تي، يعني بالقانون كام؟ في اوفر 2 باي ار. الله يفتح عليك. وبالتالي انا لما اروح اشوف القانون بتاعي في البدايه ان الاي ايكوالز كيو اوفر تي، بس هنا التايم اللي عندي اسمه بريودك تايم فهقول كيو اوفر تي كابيتال، يعني الكيو زي ما هي واطلع البريودك تايم من تحت لفوق يبقى كيو تايمز مين؟ اف هو الفريكونسي. عشان الجزء ده انا هحتاجه في بروبلم او اتنين اللي بعدها على طول، فانت فهمت عشان اروح اعوض هناك على طول دايركت. اتفقنا؟ فانت عندك هنا الكيوب كام؟
ها 2 مايكرو للتشويسز بالملي وبالامبير وفي، ولا كانت كلها بالمايكرو؟ لا، يبقى انا لازم احول، فاقول لك 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 تايمز الفريكونسي ب 1000، ادي 1000 اهو. طب لما تيجي تخلص دول الثلاثه اللي هنا دول هيطيروا مع 3 هيتبقى لي نيجاتيف 3، هيتبقى لي هنا ايه 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبيرز. فاوريدي انت عندك هنا 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، لا يبقى ده هشيل انا ال 10 باور نيجاتيف 3 وده نعوض عنها بالملي تبقى 2 ملي امبير، يبقى اللي تشوز رقم بي. اتفقنا؟ اللي بعده بص على السؤال ده بقى. السؤال ده هو كابي بيست من السؤال اللي فات، يعتبر نفس الفكره. الراجل قال لك ان in the opposite figures two bodies x and y are carrying electric charges q و 2q. حلو الكلام. يبقى x ده شايل كام؟ شايل q. يا ساتر يا رب، اهدي يا اسطى اهدي، بسم الله. يبقى هنا ده شايل q وده شايل 2q. دي اللي عماله تلف جوه، وانت عندك الراديوس هنا كام؟ 2r والراديوس هنا r. قال لك while rotating in two different circular paths so the ratio between the current intensities، انت عايز Ix على Iy. قال لك same frequency same frequency. فالواد يقول لي ايه؟ مستر. اقول له نعم. هترجع لنا ورا كده صفحه. قلت له حاضر اهو. قال لي مستر مش حضرتك لسه قايل لي ان الاي هو كيو في اف؟ مستر ده القانون الاساسي اللي احل بيه المسائل كلها. لا، القانون الاساسي اهو كيو على تي، فك الكيو ان في على تي، وده سبيشال كيس لما يذكر الحاله دي بس، ما تحلش بيه المسائل كلها طبعا. وبالتالي يبقى انت تروح تقول لي يا مستر طبقا ان قال الفريكونسي ثابت، فانا راح اقدر اقول له بكل شياكه ان الاي كقانون ما هو الا كيو تايمز اف في الكيس دي، وعشان الفريكونسي كونستانت يبقى الاي هو دايركت مع الكيو. فلو حضرتك عايز اي اكس على اي واي، حضرتك عايز اي اكس اوفر اي واي، اي اكس بكام عندك؟ هتبقى كيو اكس على كيو واي. ليه؟ ياد مش لسه قايلين الفريكونسي كونستانت؟ طيروا. طب الكيو هنا بكام بتاعت اكس؟ بكيو. الكيو يعني واحد، اي رمز عندنا اديله 1. طب الكيو هنا لو ب 1 تايمز 2 ب 2، يعني هنا 1 اوفر 2 تبقى بنص. هاف اهي. امين؟ امين، شغال زي الفل. قال لك the same لما يبقى ليهم بقى نفس الايه؟ same linear speed. linear speed معايا، انا هعوض دي هنا في اللي بعده. يعني انت عندك التايم الفريكونسي هو بيساوي v over 2 باي r. يعني انا اقدر اشيل اقول لك ان الاي اللي بتساوي q تايمز f، هشيل الفريكونسي واحط v على 2 باي r اهو. اهو هقول لك ادي الاي، نطلع بدي كده فوق سيكا، واروح اقول لك ادي الاي اهو. يا حاج اثباتي بقى. الله، بسم الله، انا اسف. ان الاي لسه قايلين كيو تايمز اف. جميل، ادي الكيو اهي زي ما هي. طب والفريكونسي قلنا ان هو في على 2 باي ار. ماشي، نشيل دي عشان محدش يفتكرها ايه ان هي موجوده معانا. جميل جميل. طب انت لما تيجي نتكلم في الريشيو بنشيل كل ما هو كونستانت بنشيله. طب انت هتشيل مين؟ هقول لك صلي على النبي. الكيو ثابته ولا مش ثابته؟ لا مش ثابته. طب الفي ثابته ولا مش ثابته؟ قال لي الفي ثابته ولا ليها قيمه؟ الفي ثابته، ثابته، اطيرها. والله العظيم. طب وال2 باي كونستانت، اطيره. يبقى الاي في الاخر عشان اروح اعمل الريشيو بتاعته كده، الاي في الاخر بقى معايا مين ومين؟ بقى يمثل كيو على ار. كيو على ار. فلو حضرتك من الحفله دي احنا بنتكلم بنقول بسم الله الرحمن الرحيم واحده واحده، بعد كده انت هتعمل الموضوع ده اسرع. فلو انت رايح تقول لي ان الاي اكس على اي واي، الواد يروح يقول لي اهو بص يا مستر، ادي اي اكس على اي واي هيساوي كيو اكس على ار اكس. خلاص كيو على ار. اعكس بقى، هتروح الناحيه الثانيه يا معلم تقول لي ايه؟ هقول لك هنا كيو اي ديفايدد ار واي. استنى اقول لي جت منين؟ ديفايدد ار واي، وديفايدد هتطلع فوق، هروح انا ماسحها اهو، هروح انا ماسح الكلام ده. ماشي، يلا يلا اهو، هنطلع الار واي فوق اهو. ادي الار واي طلعت فوق، يلا كمل. الكيو اكس كانت معانا بكام؟ بكيو يعني 1. الكيو واي ب 2. ار واي بكام؟ بواحد. بلو 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 بلو. يا رب ما يكون في حاجه مقلوبه. ماشي، ار اكس يا معلم
ار اكس ب 2 ار، يعني ب 2، يعني الانسر في الاخر هتطلع كام؟ كوارتر. تبقى الانسر تبقى اللي تشوز دي. اتفقنا؟ شغال على الرايق. اللي بعده بسم الله. هنت يا معلم، هنت على الله، كله على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت الراجل بيقول لك ايه؟ Based on Bohr's model for the hydrogen atom the electron moves. يبقى انت بتكلمني في واحد هنا circular path of radius، يبقى ادي الار. ايه ده يا مستر؟ ايه اللي عليها دايره اللي فوق دي؟ اقول لك انجستروم 10 باور نيجاتيف 10 اوف سبيد، يبقى انا كده معايا مين؟ معايا الفي. then the current intensity، يبقى الراجل بيسال على الاي. طب ما انت لسه قايلين الاي، لسه قايلين القانون ده حالا، ان الاي واحده. قانونها ايه؟ الاي كيو اوفر تي. نقول القوانين تاني، وفكينا الكيو اللي عباره عن ايه بقى؟ ودينا دي كيو على تي كابيتال، وقلبناها بقت كيو تايمز اف. انا بعمل تايمز الفريكونسي، انا بفكها لك، وقلت لك ان انا هفك كل واحده من دول لوحدها. الكيو عندك كيو جاهزه؟ لا، فانا اودي الكيو لوحدها. ادي الكيو اللي بتكلم عليها، ما هي الا ان تايمز اي. اما الفريكونسي اللي احنا لسه قايلينه من ورا، ما هو الا في اوفر 2 باي ار. بس هنعوض هنا. طب تعالى لي كده على الرايق. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نقول لك الان عندك كام؟ لسه شدك تحتها خط اهو، الكترون واحد ب 1. الايه 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. نيجاتيف 19. يلا ودي. الفي بكام عندك؟ الفي ب 2.2 تايمز 10 باور 6. تحت 2 باي. اوعى للار، اصحى للار عشان ما تزعلكش. الار اللي عندنا راديوس 0 تايمز 0.53، بس دي بالانجستروم، يعني تايمز 10 باور نيجاتيف 10. اتفقنا؟ هتطلع معانا الانسر كام؟ مش متذكر، احنا هنحفظ الحاجه. تعالى نكتبها بسرعه. بسم الله. وقف الفيديو، سرع الفيديو، اعمل اللي انت عايزه، بس مع بالنا نعملها. 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. بسم الله. هنقول 2.2 تايمز 10 باور 6 over 2 تايمز باي تايمز 0.53 تايمز كام؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 10. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 بوينت، هي الانسر طلعت معايا 1.057 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طب يا مستر امبير، طب يا مستر دي مش موجوده في التشويسز. لا هي دي، بس انا هشيل ال 10 باور نيجاتيف 3 واحط مكانها ملي، ويتبقى لي 1.057، يبقى الانسر دي. اتفقنا؟ قشطه. اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الالكتريك بوتنشال ديفرنس. الالكتريك بوتنشال ديفرنس بيقول لك the battery in the electric circuit is the source of source of مين يا معلم؟ الالكتريك انرجي. هي مش سورس الالكترونز، هي ما بتطلعش الالكترونز اوريدي موجوده في السيركت لو هو جود كوندكتور. اتفقنا؟ لكن هي السورس اوف الالكتريك انرجي. اللي بعده، لقيت الراجل بيقول لك a metal conductor has its الحمد لله رب العالمين، انا اسف. A metal conductor has its terminals connected to a DC source. احنا مش هنفضل نعطس كل شويه. forming a closed electric circuit. So which of the following statements correctly describes الحمد لله يا ساتر يا رب. describes ايه يا اسطى؟ describes the motion of the electrons. motion of مين؟ electrons. motion of مين؟ electrons. اقسم بالله الالكترونز. طب جميل، نعمل ايه بقى؟ طب تعالى. الحمد لله هنرجع نكمل بقى تاني، مشي الليله معايا. فالراجل دلوقتي بيقول لك انت عندك دي سي سورس باتري مثلا، وانا عايز اوصف حركه الالكترونز. طب تعالوا بقى الشيء بالشيء يذكر. تعالوا نرسم الكلام ده، صغر الليله كده، نرسم الكلام ده معانا واحده واحده اهو. بسم الله. بص يا برنس، انا هنجيب دلوقتي نتكلم على الباتري. الباتري اللي موجوده عندك اهي، ادي البوزيتيف تيرمينال وادي النيجاتيف تيرمينال، وهنقول ادي الوايرز بتاعت السيركت دي من بره. يبقى الجزء ده كده جوه الباتري وكده بره الباتري. واحنا قلنا ان الالكترونز واحده
هي اوريدي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، فهتتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف. طب البول ده نيجاتيف، طب وده بوزيتيف، فالالكترونز دايركشن اللي احنا بنتكلم عليه هو كده اهو 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 زي ما انت شايف. حلو حلو. ومن شرحنا برضو ليك عرفت ان النيجاتيف ده لو بوتنشال وده هاي بوتنشال، يبقى النيجاتيف بول او النيجاتيف تيرمينال ده لو بوتنشال والبوزيتيف ده هاي بوتنشال. الخط الاسود اللي مرسوم ده او الدايركشن ده الالكترون دايركشن في الاكسترنال سيركت، ده بره السورس. حلو. طب هو جوه السورس باللون الازرق هيمشي كده. فانت عندك دلوقتي وصفين، انت مش بتبصمج، انت فاهم بناء على اللي انت شايفه. شايف ايه؟ هي رسمه عامله كده ليه؟ معلش عديها. بناء على اللي انت شايفه ده شايف ايه؟ رقم واحد يا مستر، انا عندي دايركشن الالكترونز في تو دايركشنز للالكترونز، واحد جوه السورس وواحد بره السورس. اللي جوه السورس بتتحرك منين لمنين؟ والله اللي جوه السورس يا مستر انا بتحرك من البوزيتيف بول للنيجاتيف بول، من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال. جدع. طب وبره انا بتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف او من اللو للهاي، فانا رايح دلوقتي ناحيه الايه؟ الهاير بوتنشال. الهاير ايه؟ بوتنشال. طب جميل. تعال نبص بقى على وصف التشويسز دي بناء على اللي احنا قلناه. قال لك they vibrate in their positions without moving to any position. ده غلط. هو اوريدي ليهم موشن، ديك الايونز وليله ثانيه بره التشارج كاريرز. they move inside the source جوه هنا towards the terminal of higher potential. هم جوه هنا رايحين ناحيه الهاير بوتنشال؟ غلط، دول رايحين ناحيه اللور بوتنشال. طب هنا they move outside the source بره، ماشي. towards مين؟ lower potential. غلط يا جدعان، دول رايحين ناحيه مين؟ الهاير بوتنشال. طب الامل في دي بقى they move outside the source. حلو. towards مين؟ الهاير بوتنشال. صح، يبقى الانسر دي. امين امين. اللي بعده بسم الله بيقول لك in which of the following cases the arrow represents the direction of مين؟ free electrons. تعال انت بتتكلم على الفري الكترونز اللي هي بتتحرك منين لمنين؟ من اللور بوتنشال للهاير بوتنشال. بصمجي من الهاير لللور، العكس. ولا من اللور للهاير، ولا من الهاير لللور. صلى على النبي. السيركتس بتاعتنا كلها انت بتتحرك طبقا للرسمه دي. دي رسمه الالكترون دايركشن. طب الرسمه الاصليه بتاعتنا ايه؟ او كل السيركتس اللي انت هتقابلها هتروح تلاقي السيركت اهي كده. اي سيركت بالصوره دي مساء المانجا هتلاقي الالكترونز ماشيه كده. سوري، الالكتريك كارنت ده الالكتريك كارنت العادي خالص بيتحرك من الهاي لللو، من الهاير بوتنشال لللور بوتنشال. بس طيب الهاير بوتنشال واللور بوتنشال هنلاقيها ازاي؟ في السيركت زي ما انت شايف. بص كده معايا، انت عايز الالكترونز فالمفروض اعكس وامشي من اللور للهاير. حلو. انت يا اسطى جاي من اللور للهاير؟ لا، ده انا بوزيتيف 2 ورايح لنيجاتيف 2، يبقى ده الكونفنشنال، يبقى ده مش الكترونز. طب انت برضو جاي من الهاير لللور، يبقى انت اكيد مش الالكترونز او مش الفري الكترونز دايركشن. طب انت برضو جاي من الزيرو للنيجاتيف، فانت غلط. فيبقى هو ده، انت كده جاي من اللور بوتنشال للهاير بوتنشال، يبقى الانسر سي. انا عارف بس واحده بدل ما نكروتها مش هكروتها. تعال على اللي بعده. قال لك if the opposite figure the work done to move a charge of 4 columns between the 2 points x y. انت عايز مين؟ عايز الورك. طب القانون ايه؟ البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي equals W over Q. طب انت عايز من هنا مين؟ الدبليو. حاضر، يبقى ادي الدبليو هي في تايمز كيو. جميل. الفي بكام والكيو بكام؟ والله الكيو معايا ب4. طب الفي لا بره قدراتي. ليه يا اسطى؟ صلي على النبي. انت مش عارف انا بتحرك من هاير للور اتجاه الاي اهو، يبقى ده الهاير وده اللور. هنروح نجيب البوتنشال ديفرنس اللي هو الفي اللي بيساوي في اكس ماينس في واي. اشمعنى؟ ما ده بوتنشال ديفرنس، الفرق ما بين بوتنشال كل نقطه والثانيه. في عندنا مشكله يا اسطى؟
صلى على النبي. يبقى الفي 15 ماينس نيجاتيف 5، يبقى الفي اصلا بكام؟ ب 20. يبقى انت حضرتك ما تروح تعوضها هتقول ان الفي ب 20 والكيوب كام؟ 4، تبقى الانسر 80. اللي بعده قال لك the potential difference between 2 points when a work، يبقى ده كده مين؟ الدبليو is required to transfer an electric charge of 10 coulomb، يبقى بكام؟ يبقى انت عايز مين؟ عايز الفي دبليو اوفر كيو، مش مستاهله. الدبليو بكام؟ 30، الكيو بكام؟ 10، تبقى 3 فولت. فين؟ تبقى الانسر بي. اللي بعده لقيت الراجل بيقول لك اف ذا ورك دان، لا امسك العقل كده وصلي على النبي واحده واحده. عينيا تعالى انت كده فوق عشان يبقى معانا سبيس نحل ونكتب الحاجه بتاعتنا. حتى لو انت مش شايف ده السؤال رقم 18 فانت معاك الكتاب طبعا فاتح معايا، فقال لك اف ذا ورك دان تو ترانسفير ا كوانتيتي اوف الكتريك تشارج اوف، يبقى انت كده دي الكيو، دي كده مين؟ الكيو على الرايق. between 2 points in a conductor، يبقى ده كده الدبليو، ده كده الورك، يبقى انا معايا الدبليو ومعايا الكيو. قال لك and this quantity passes through a cross section area of conductor in 1 second، يبقى انا معايا كده التايم. فالواد قال لك ايه؟ قال لك ان رقم واحد عايز البوتنشال ديفرنس. قلنا له تعالى من هنا احنا بنتكلم في ايه؟ استنى ما نصغر الخط سيكا، انا مش عارف هتشوفه ولا مش هتشوفه. هتشوفه ان شاء الله. هنقول لك ان الفي ما هو الا دبليو اوفر كيو. الدبليو بكام يا قلب المستر؟ الدبليو ب 100 والكيو ب 5، تبقى الانسر كام؟ 20. فين 20؟ دي. قال لك تاني حاجه، قال لك زي الكتريك كارنت انتنسيتي ثرو ذا كوندكتور، يبقى انت عايز مين يا اسطى؟ عايز الاي. هو الاي بيساوي ايه؟ الاي بيساوي كيو اوفر تي. ادي الكيو وادي التي. الكيوب عندنا بكام؟ الكيوب 5 والتايم هو قلب كام؟ ب 1، تبقى الانسر 5. فين 5؟ هي بي. تعالى لاخر مطلوب، اصحى معايا كده وامسك العقل. في اخر مطلوب لقيت الراجل بيقول لك انا عايز the number of electrons that pass between the 2 points through 2 seconds. فالان دي موجوده جوه الكيو، فانت هتروح تقول له ان الكيو القانون بتاعها ان تايمز اي. طب ما انت عايز الان، اقول له جميل سهله، اقول لك ان الان ما هي الا كيو اوفر اي. طب الكيوب كام؟ انت لسه قايل ولا ما قلتش؟ قلت الكيوب 5. طب والايه؟ 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. طب بكام؟ لا مش هنحفظها. شغل الايه؟ حسابه معانا. هنقول 5 اوفر، اذكر الله ومنه طلع نتيجه 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. بسم الله. هتطلع معانا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا كيو اوفر اي. الكيوب كام معانا؟ ب5. الكيوب 5 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 3 بوينت ما فيهاش 3. طب ايه ده يا اسطى؟ في ايه؟ هو انا كاتب حاجه غلط؟ تايمز 10 باور نيجاتيف 19. قال لك انا عايز مين؟ ذا نمبر اوف الكترونز ذا نمبر اوف الكترونز. ايوه اعرف بقى، انا ما قريتش السؤال للاخر. تخيل باس ثرو بتوين 2 بوينتس ان تايم 2 سكند. شوف التسرع، عند التايم ب 2 سكند بثانيتين. فانت لما تيجي تتكلم على الحته دي لازم تشوف الاي بكام، او تعوض في قانون ان الاي الاصل بتاعك بيساوي كيو اوفر تي، وان الاي ايكوالز ان اي اوفر تي. وبعد كده يا ريس ترجع تقول انا عايز الاي من الان من هنا، فالان تساوي اي في تي على اي، يبقى ادي الان بتساوي اي تايمز تي اوفر اي. الاي احنا مطلعينه بكام معانا؟ الاي ب 5 والتايم 2 والاي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. حلو الكلام؟ فنقول هنا تايمز 2 تطلع معانا الانسر 6.25 تايمز 10 باور 19. 6.25 تايمز 10 باور 19. اتفقنا؟ يبقى انت ايه؟ فكك من الليله دي، ما تجيش معانا سكه، لان انت الانسر اللي كانت موجوده هنا لو انت رحت تطلع الكيو في ثانيه واحده، لكن لو في ثانيتين يطلع معاك الايه؟ تطلع معاك الانسر دي، لان الانسر الاولانيه كانت نصها. تمام؟ لان انت خلال ثانيه واحده عندك كميه، ودي حته نتكلم فيها. انت لو معاك تيوب ماسوره ميه بيمشي فيها لتر في الثانيه، انا لو سالتك خلال ثانيتين يكون ماشي فيها كام لتر؟ 2. طب خلال 10 ثواني 10 لتر. ده نفس المبدا. فاللعبه في ال2 سكندز دي ان خلال ثانيتين بس تكون النمبر اوف الكترونز بكام؟ اكيد الانسر تبقى سي. حلو. اللي بعده جل من لا يسهو. ايه يعني؟
فلقيت الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكولوم اللي هي الايه؟ الكيو is the quantity of electric charge that. الانسر دي كلها انت بترجع تعوض فيها، بس الخلاصه ان الراجل لما يرجع يقول لك انت عايز الكيو وانت عندك في ورك وعندك في بوتنشال ديفرنس، فانت بتقول له ان الفي ايكوالز دبليو اوفر كيو. فمن هنا الراجل بيقول لك انا عايز الكوانتيتي فاير شارج اللي الميجرنج يونت بتاعتها 1 كولوم، فتبقى الكيو من هنا ما هي الا دبليو اوفر في. امتى الانسر دي تبقى 1؟ لما الاثنين دول يبقوا ايكوال بعض، ودي تبقى الانسر مين؟ ان الورك دان اللي عندك 0.05 وان البوتنشال ديفرنس 0.05 فولت، فتبقى الانسر كام؟ 1 كولوم. يبقى اللي تشوز رقم دي اللي بعده. خلاص قربنا نخلص اهو، واحده واحده على هادي. لقيت الراجل بيقول لك the work done to transfer 10 power 20 electrons، ده نمبر، ده كده n b between the terminals of a conductor A. الورك اللي اتعمل هنا في كوندكتور A كان 10 جول. قال لك وفي ورك جديد اتعمل عشان انقل ده الان الثاني، يبقى ده ان ايه وده ان بي 4 تايمز 10 باور 20، وكان الورك اللي اتعمل في بي كام؟ يبقى ده دبليو بي وده دبليو اي. قال لك انا عايز اعرف بقى في اي على في بي. ماشي، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تبص بقى على الحته دي، انت هتروح تعوض في القانون واحده واحده. هتروح تقول له ان انا اللي اعرفه ان الفي ما هو الدبليو اوفر كيو، وبناء عليه انت عندك الدبليو وعندك الورك بس ما عندكش الكوانتيتي اوف تشارج، عندك النمبر، فلازم تفكها عشان تطلع من جواها الان. هتبقى دبليو اوفر ان تايمز اي، وبما اننا رايحين على ريشيو فبنطير الكونستانت فطير الاي، فيبقى الفي اللي عندي الاصل ما هو الا دبليو اوفر ان. وبناء عليه انت تروح تلاقي ايه؟ ان في اي اوفر في بي هتساوي المفروض دبليو ايه اوفر مين؟ بس انا اجيبها لك بالالوان عشان عارفك ايه برنس الليالي. ارجع في ايه على ان ايه. طب وتحت ها الفي بي بقى المفروض اقول لك الورك بتاع بي اوفر ان بي، واحنا قلنا ان الان بي دي هتطلع ازاي؟ هتطلع من تحت لفوق هنا، تبقى ادي الان بي خلاص ما عادتش موجوده اهي، وبالتالي نروح نعوض. الورك بتاع ايه معايا بكام؟ ب 10. طب والورك بتاع بي بكام؟ ب 20. طب والان نمبر اوف الكترونز او نمبر اوف الالكترونز في بي ب 4 تايمز 10 باور 20. طب وهنا ب 10 باور 20. طب من غير آلة حاسبة كده، طب ما انا في ايدي واحده واحده ان انا اروح مطير ده مع ده، وادي 40 على 20 40 على 20 تديني كام؟ 2، تبقى 2 اوفر 1، تبقى الانسر بي. قشطه شغال. اللي بعده في السؤال اللي بعده ده نفس الفكره اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لقيت الراجل بيقول لك which of the following graphs represent the relation between the potential difference across section area in a conductor of direct current carrying direct current and T. direct current. حلو الكلام؟ قلت له جميل، بس احنا استفدنا ايه؟ اقول لك واحده واحده. الاصل بقى من الشرح ان انت عارف سبب وجود الالكتريك كارنت ان في بوتنشال ديفرنس، لان انت لو عندك فيه 2 بوينتس البوتنشال هنا قد البوتنشال هنا مش هيبقى فيه الكتريك كارنت، لازم نقطه فيهم من النقطتين تبقى هاير بوتنشال والثانيه لور بوتنشال. حلو. فلو البوتنشال ديفرنس اللي عندك ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيسال عليه ده دايركت او كونستانت ولا فاريبل، قيمته ثابته ولا متغيره؟ ثابته ان انت لو معاك بطاريه زي الحجر القلم ده مكتوب عليه 1.5 فولت، فالمفروض ان بيديني 1.5 فولت بس. لكن لو معاك داينامو او دينامو فهيطلع لك الفي اللي طالع منه مش ثابت متغير. فهنا الراجل قال لك انا عايز ان الاي اللي طالع ثابت. فلو هنروح على شيء حته والشيء بالشيء يذكر ان انت عندك قانون اوم. طبقا لقانون اوم انت عارف ان الفي ايكوالز اي ار. حلو. فلو انت راح تسالني وتقول لي ان عارف ان الريزيستنس دي ثابته والاي ده ثابت، فاكيد الفي ثابت لان ثبوت الفي هو كان سبب في ثبوت الاي. تمام؟ لان انت حضرتك رحت لقيت
ان قال لك دايركت كارنت، فاوريدي دايركت كارنت ادي سي او دي سي، فيبقى الانسر معاك مين؟ ايه. انا بحاول ابسط الموضوع بزياده، حد تاني مش هيتكلم في الحته دي، هيقلبها على طول. فاهمني؟ طيب صلى على الحبيب. تعالى بقى على الحته دي. انت رايح تقول لي which of the following graph represents the relation between the work done transferred in بينقل quantity of charge Q between two points between the potential difference which the potential difference ماله constant. لسه قايل لك اهو، ما البوتنشال ديفرنس ثابت اهو، الفي ثابته. طب مبدئيا بما ان الفي ثابته قانونها ايه الفي؟ الفي قانونها دبليو اوفر كيو. طب ما لو ده كونستانت فاكيد ناتج الديفيجن بتاع الاثنين دول كونستانت، فاكيد اللي فوق ده بالمنطق لما الورك بيزيد يبقى الكيو بتزيد، الاثنين بيزيدوا مع بعض، فالعلاقه ما بينهم دايركت. ولما العلاقه تبقى ما بينهم دايركت يعني ده غلط وده غلط، وهو العلاقه يونيفورم عشان تديني قيمه ثابته، تبقى الانسر سي. اللي بعده اومز لو. وتيجي تروح تتكلم على اومز لو، انت عارف ان قانون اوم ان الار او ان الفي ايكوالز اي ار، بدايه اللعنه، وما فيش لعنات خالص الحمد لله. الاي من هنا بتساوي ايه يا معلم؟ في على ار. فالراجل بيقول لك انا عايز مين من دول؟ بيقول لك in which of the following cases the intensity of electric current in the distance مالها اعلى اي. انا عايز اعلى اي. يبقى انت هتيجي تعمل ديفيجن لكل قيمه للفي على الار وتشوف ناتج الديفيجن اعلى قيمه فيهم. حط الفي هنا بكام؟ ب1، الار دي اعملها ب1، يبقى ناتج الديفيجن للاثنين دول الاي هنا بكام؟ ب1. طب الفي هنا ب2 والار هنقول ب3، شيل الكونستانت طيره، يبقى الاي هنا ايكوالز كام؟ 2 اوفر 3. طب وهنا الاي بكام؟ 3 اوفر 2 يعني 1.5. طب وهنا الاي ايكوالز كام؟ 4 اوفر 3 اللي هي 1 نيرلي 1.3. مين اعلى قيمه فيهم؟ هو سي 1.5. اللي بعده بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بيقول لك the opposite diagram represents a part of electric circuit. So if devices X Y are connected. طبعا انت في الصوره اللي قدامك التافهه دي من ابسط حاجه عندنا، ان الديفايس اللي بتوصل سيريز في السيركت هو الاميتر، والديفايس اللي بتوصل بارالل مع ريزيستنس هو الفولتميتر. فتبقى الانسر عندنا في الاولاني ده هو اميتر وفولتميتر، تبقى الانسر بي. قال لك انا عايز اعرف الميجرنج يونت. الاميتر بيقيس الالكتريك كارنت انتنسي اللي الميجرنج بتاعتها امبير، وتكافئ كانت كيو على تي يعني كولوم بير سكند. اما الفولتميتر بيقيس الميجرنج بيقيس البوتنشال ديفرنس، واللي الميجرنج يونت بتاعته في او الفولتج، يبقى كولوم بير سكند وايه تاني؟ وفولتج. كولوم بير سكند وفولت، مفيش فولتج، فولت سوري. يبقى انت عندك الانسر ايه؟ حلو حلو. فلقيت الراجل بيقول لك في السؤال 25 بيقول لك if the potential difference of 12، يبقى انت كده معانا مين؟ معانا الفي is applied between the terminals of a conductor to move electrons، يبقى ده N through a cross section area of this conductor during 2 seconds. اهدى بقى معايا واحده واحده، يبقى التايم هنا ب2. then the resistance of the conductor، هو عايز الار. طب ما انت عارف ان الار في على اي، معاك الفي، معانا الفي بس مش معانا الاي. طب كمل، يبقى الفي الاي كان قانونها ايه؟ كانت كيو اوفر تي. معاك الكيو؟ لا كمل، يبقى الفي بتساوي ان تايمز اي اوفر تي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب انت معاك الان؟ ايوه. معاك الاي كونستانت، معاك التي؟ ايوه ب2. نعوض بالكالكوليتور خطه واحده، انساها كده مره واحده، توكل على الله. الفي ب12 وهنا الان بكام؟ 6.25 تايمز 10 باور 18، والاي 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19، والتايم ب2. تعالى نطلعها بالكالكوليتور بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بسم الله. 6.25 times 10 power 80 times 1.6 times 10 power negative 90 divided 2 بسم الله 24. يبقى الانسر ايه؟ قشطه؟ قشطه. اللي بعده السؤال كام؟ 26. لقيت الراجل بيقول لك ايه يا معلم؟
لقيت الراجل بيقول لك في السؤال رقم 26 معانا بيقول لك the opposite figures 1 and 2 show two parts of two electrical circuits carrying current I1 و I2. ماشي. قال لك عايز الريشيو ما بينهم. هو ده حوار. ما في واحد يروح يقول لك يا مستر طب ما الاي كيو على تي، عندك كيو وعندك تي؟ لا، يبقى الاي في اوفر ار. يبقى القانون اللي انا هعوض فيه اصلا في اوفر ار. حلو الكلام. وبناء عليه هتروح تقول لي ان الفي في 1 اي 1 الفي بكام؟ ب 20. طب والار ب 5، يبقى اول اي عندي بكام؟ 20 اوفر 5 ب 4. تعالى بقى تاني اي، الاي 2 بقى اللي انا رايح اجيب القيمه بتاعته، وخلاص انا رايح اقول في اوفر ار بقى وعوض على طول. والار بكام؟ ب 10. رحت تجيب قيمه الفي، لقيت قيمه الفي مش موجوده عندك والدنيا باظت. لا باظت ولا اي حاجه. انت عارف ان لما تروح هنا وتلاقي، استنى بس ما نمسح الحته دي، هتروح تلاقي ايه عندك في الحته دي؟ هتلاقي ان الاي او الالكتريك كارنت اللي عندنا، الالكتريك كارنت اهو بيتحرك من هنا واخد الاتجاه ده، فهو جاي من البوتنشال اللي هو ال5 للنيجاتيف 20. فانا اروح اجيب من هنا ايه يا معلم؟ البوتنشال ديفرنس اللي هو في، اللي هو ديفرنس ما بينهم اللي هو 5 ماينس نيجاتيف 20، فيطلع ان البوتنشال ديفرنس ما بينهم بكام يا معلم؟ ب 25 فولت. فما تيجي تعوض بهنا هتقول 25. فحضرتك هتروح تقول لي 25 ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ 25 25 على 10 تطلع ب 2.5 2.5 امبير، ودي 4 امبيرز. طب انت عايز تعمل لهم اي 1 على اي 2، اي 1 على اي 2 يلا عباره عن 4 على 2.5، هي هتطلع 5 اوفر 8. 4 اوفر 2.5 5 اوفر 8 تبقى الانسر سي. اللي بعده نروح على اللي بعده، الاقي الراجل بقى بيقول لك ايه؟ السؤال 27 a conductor of resistance 10. يا عم ماشي ماشي، ادي دي قيمه الار. قيمه الار اهي. carries an electric current intensity، يبقى دي قيمه الاي. an electric current of كام؟ 1 passes through the same conductor at constant ايه؟ at constant temperature. then the resistance. اولا عشان نكون على نور، الريزيستنس اللي بتاثر عليها العامل الرئيسي والاساسي اللي ياثر عليها هي درجه الحراره، هي التمبريتشر. فما يشتغلكش ويقول لك لما ارفع الالكتريك كارنت او اقلل الالكتريك كارنت او ارفع البوتنشال او اقلل البوتنشال الار هيحصل لها ايه؟ الار ثابته. بما ان المعلمه دي ثابته فالار ثابته. الار ب 10 هتفضل الار قيمتها كام؟ 10، تبقى الانسر سي. يلا السؤال رقم 28. 28 يعتبر كويس، يعتبر حلو مش وحش. 28 لما نيجي نتكلم عليه بقى يا معلم هتلاقي ايه؟ تروح تلاقي الراجل بيقول لك in the opposite figure two conductors each carries current. ماشي فوق وتحت. قال لك الريشيو ما بينهم I1 على I2 بتساوي third 1 over 3. طب ما انا يا عم بما انها ريشيو خدها بس هنعوض بيها كأن مثلا 1x و3x وطيرناها مع بعضها، فهنفرض من عندنا ان I1 هنقول انه بواحد وهنقول ان I2 هو بكام؟ ب 3 عشان نعوض بيها في المسألة بما انها فيها ريشيو في الاخر، بما ان في ريشيو يعني. فمبدئيا انت في الجزء اللي انا محدده ده، تعالى نشتغل على الجزء ده الاول. هنا كده هروح اقول لك ايه؟ ان انا اروح اطلع من هنا قيمه الار. طب ما انا عارف مبدئيا ان الاي هو بيساوي في على ار، صح؟ طب ما الاي عندي بكام؟ بواحد. الاي بواحد. الفي اللي هو الديفرنس ما بين الاثنين دول اللي هو 5 ماينس نيجاتيف 7. والار بكام؟ هنقول 1.5 ار. 1.5 ار يعني هتديك هنا كام؟ 12 اوفر 1.5 ار. تطلع الار من هنا بكام؟ انت هتايمز دول في بعض يعني 1.5 اهي يا عم 1.5 ار هتساوي 12 ومنها الار بكام؟ 1.5 1.5 على 12 على 1.5 فيها 8 يبقى ادي 8 اوم، يبقى الار ب 8. حلو. تعالى نتكلم بقى على الجزء ده لوحده. الجزء ده كده لوحده اهو يا معلم. الجزء ده انا عايز اطلع منه الار، اشوف الار فيه بكام. حلو. او قال لك ايه؟ ذا بوتنشال اوف سوري، هو عايز البوتنشال بتاع النقطه اكس. قلت لك تعالى لي كده واحده واحده، احنا خلاص الليله دي كلها معانا. تعالى بقى على بوتنشال النقطه اكس. فالواد يقول لي يا مستر ما تصلي على النبي وتعالى عليه الصلاه والسلام، قال انت مش قايل لي ان اي 2 ب 3؟
قلت له ماشي. قال لي يا مستر احنا طلعنا الار ب 8. قلت له حصل. قال لي يا مستر ما واحده هو احنا مش عارفين ان الفي ايكوالز اي ار؟ قلت له ايوه. قال لي والفي اللي عندي ده هو بيساوي البوتنشال ديفرنس ما بين النقطتين دول؟ قلت له ايوه. قال لي يعني الاي بما انه جاي من ال 22 ورايح على الاكس فانا هقول 22 ماينس اكس. قلت له قال لي يعني اشيل الفي دي واحط مكانها 22 ماينس اكس ايكوالز الاي اللي ماشي ده اللي هو احنا قايلين عليه اي 2 اللي معانا بكام؟ قلنا ب 3. والار قايلينها بكام؟ ب 8. فالليله دي توديك على فين يا معلم؟ توديك ان انت تيجي نخلصها بقى مع بعض. هتبقى دي 24 وتودي ال2 دي الناحيه الثانيه بالماينس، هتطلع الاكس معايا البوتنشال بتاعها كام؟ بالنيجاتيف بقى. تطلع الاكس معاك بعد ما تخلصها بنيجاتيف 2 فولت. يبقى هو الانسر سي. اتفقنا؟ كده السؤال 28 خلص. يلا سؤال 29. معانا دلوقتي السؤال 29 معانا واحده واحده. بيقول لك the opposite figure illustrates an electric circuit carrying an electric current of intensity I. فلقيت الراجل بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ كده قيمه الاي عندي باي. في تشينج انت هتعمله بحيث which of these changes will lead هيؤدي لايه ده؟ هيخلي الالكتريك كارنت تو اي انه يزيد الدبل. طب ما معايا واحده واحده. طب ما انت عارف ان الاي ما هو الا في اوفر ار، وبما انك عايز الاي ده يزيد الدبل، عشان يزيد الدبل عندك حاجه من الاثنين تعملها هنا وتثبت الثاني. يا اما تثبت الار وتخلي الفي يزيد الدبل، ده اول حاجه، يا اما تثبت الفي وتخلي الار تقلل الهاف. حاجه من الاثنين دول. يبقى انت بتزود عشان ده يزيد الدبل، يا اللي تحت يثبت واللي فوق يبقى الدبل، يا اللي فوق يثبت واللي تحت يبقى هاف. ده موجود فين في التشويسز؟ قال لك increasing the electromotive force of the battery to the double. صح. يبقى واحد صح معايا مبدئيا كده، واحد صح اهو. 2 decreasing the electromotive force to the half. غلط. قال لك increasing the variable resistance، ده عكسها، غلط. قال لك decreasing the variable resistance to half. صح. يبقى التشوز بتاعنا اول واحده واخر واحده، يبقى التشوز رقم دي. اتفقنا؟ وكده يبقى احنا وقفنا عند السؤال رقم 29. اشوفكم على خير. السلام عليكم.